السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين سوما. اليوم غادي نقدم لكم اقتراح لوجبة غداء ولا عشاء خفيفة وكتجي لذيذة بزاف وكتحضر في ظرف وجيز اللي هو 15 دقيقة. غادي نقدموا مع بعضياتنا ستيك غولي بالفرomاج، ستيك ديال اللحم، وغادي نقدم معكم غراتان ديال البطاطا. كتجي لذيذه بزاف هاد الكراتان. كنتمنى انكم تجربوا هاد الجوج وصفات وتردوا عليا الخبر، لانهم فعلا تيجيو لذاذ وكيتحضروا في وقت وجيز وغادي يصلحوا بالنسبه للنساء العاملات. فهذه كنقدمها لكم لان في اخر لحظه كتحضروا هاد الوجبه وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير غادي نشوفوهم من بعد، وما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا نصف كيلو ديال البطاطس، كاس ديال القشده الطريه او الحليب نفس النتيجه كيعطينا، وغادي نحتاجوا الملح، فص من الثوم. كانوا هادو هما المقادير ديال الكغطان. ندوزو دابا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نحتاجو واحد الكاسرونه، غادي نقطعوا فيها البطاطا باش طيب فيها، والبطاطا غادي نقطعوها الى دوائر يكونوا متوسطين، ما يكونوش غلاظ وما يكونوش رقاق. ما نديروهمش غلاظ بزاف باش ما ياخذوش لينا الوقت في الطياب، وما نديروهمش رقاق باش ما يتفرتوش لينا، لان البطاطا دغيا كتفرتت. كي قلت لكم هاد الكغطان سهل جدا، يعني النهار اللي تكونوا مزروبين ولا ما عندكمش الوقت ولا مدروكين تفكروا هاد الكغطان راه كيجي لذيذ بزاف. و اصله فرنسي هاد الكغطان، كيستعملوه الفرنسيين بزاف. من بعد غادي نقطع هاد الثومه، غادي نقيها ونقطعها الى مربعات صغيره لانها من بعد ما غاديش تبان. وفي الاصل هاد الوصفه كي قلت لكم الاصل ديالها فرنسي وما كيديروش فيها الثومه، ما كيقطعوهاش، ولكن تياخذوا بحال هكا هاد الفص ديال الثوم، ومني كيبغيو يقادوا الكغطان في المول ديال الكغطان تيدهنوا داك المول بديك الثومه، غير كيدهنوه صافي. من بعد غادي نضيف لديك الثومه الملحه كافيه، وغادي نضيف القشده الطريه. وكي قلت لكم ممكن تستعملوا الحليب، لان انا في غالب الاحيان هاد الوصفه كنستعملها بالحليب. الفرق بين الحليب وهذا غير شويه في المذاق. هذه ديال القشده الطريه كتجي لذيذه بزاف، وديال الحليب حتى هي تجي لذيذه، ولكن يعني من الاحسن القشده الطريه. غادي نحرك مزيان ثم غادي نغطيها ونشعل عليها نار متوسطه حتى تبان ليا بدات كطيب، يعني ما تكونش طابت كليا، غير تبدا يدخلها شويه الطياب ونطفي عليها. هنا راني غادي نوريكم كيفاش كتولي ديك القشده خاتره. وحتى بالنسبه للحليب الا درتوه فتا هو تيولي بحال هكا، تيولي بهاد الخطوريه، لان البطاطا كتطلق النشا ديالها وكتختر لينا ديك الصلصه. نقيسوا البطاطا نشوفوها واش طابت. هنا راه بدات كتدخل ليها الطياب. غنطفي عليها لانها مازال غتكمل طياب في الفرن. دابا راها جاهزه، غادي نحيدها من فوق النار. دابا غادي نوجد المول ديالي اللي غادي ندير فيه الكغطان، وغادي نخوي فيه ديك البطاطا ونحاول نقادها شويه، نقاد ليها الشكل. غنعاود نقول لكم هاد الكغطان راه كيجي بنين بزاف، وما تخيلوش الريحه اللي طالعه دابا بديك الريحه الثومه مع القشده الطريه، ما تخيلوش واحد الريحه كيفاش دايره. كيجي بنين فعلا بمقادير بسيطه ولكن بنين. كي قلت لكم غنقادو شويه السطح ديالها، وغادي نضيف ليها
الجبن من الفوق، اي جبن عندكم، يعني جبن احمر ولا موتزاريلا اللي كاين. هنا انا راه خلطت بين شويه موتزاريلا وشويه جبن احمر. ثم غادي ندخلها الى فرن مسخن على 180 درجه لمده شي 10 دقائق هكاك ولا 5 دقائق، غير بين ما تقرات بين ما تحمر لنا الفرomage وتطلق شويه في بعضياتها وغتكون واجده. وها هي كي كتشوفوا معايا خرجتها من الفرن، كتجي رائعه جدا. غادي نبقى نقول لكم بزاف رائعه لانها فعلا تجي رائعه وكتجي لذيذه. جربوها وردوا عليا الخبر. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لي ستيك ديال اللحم. غادي نحتاجو فيها هاد الوصفه ستيك ديال اللحم، ولكن يكونوا مقطعين رقاق بزاف. يعني ملي تمشيو تشريوهم من عند الجزار قول ليه يقطعه لكم بحال هكا رقيق بزاف. انا كنوريكم السمك ديالو حيت الا كان غليظ ما غتنجحش معنا هاد الوصفه، وغادي تشوفوا معايا علاش. غنحتاجو الملح، ابزار، غادي نحتاجو الفرomage هذا المربع ديال الساندويتش. كانوا هادو هما المقادير، وندوزو دابا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، فاول حاجه غادي نملح هاد لي ستيك، ندير لهم شويه مليحه وشويه بزار باش يتبننوا شويه. من بعد غادي نجيب شي حاجه فاش غادي نبدا نلوي لي سيجار ديال الستيك ديال اللحم. كنوضع لي ستيك بحال هكا، كنوضع واحد الشريحه ديال اللحم بحال هكا، نحاول نسرحها مزيان. وكان ندير فيها هاد الفرomage ديال الساندويتش. بما ان هاد الفرomage ديال الساندويتش مربع فغادي نقسمه الى نصفين اولا نتنيه على نصفين، ونبدا نلوي. بعد ما نقاد الشكل ديالو نبدا نلوي على شكل سيجار، ودوك الجوانب كنجبدهم شويه كنخليهم مجبودين، وغادي نوريكم علاش. من بعد كنبدا دوك الجوانب كنردهم على بعضياتهم، وكنبدا نقاد في الشكل ديال السيجار بحال هكا بيديا. راه اللحم تيتلحم غير بوحدو مع بعضياتهم، ما تنحتاجو نشدوه بتا حاجه. والسر في هذا انه مقطع رقيق، وإلا كان الطرف غليظ راه داكشي تيمحنا، ما تيبغيش اللحم يتلصق مع بعضياتو. نعاود معاكم هذه كنسرحوها. من بعد كندير فيها شريحه ديال الفرomage، نقاد ليها الشكل ونمشي غاديه وتنلوي، والجناب تنخليهم خارجين. من بعد كنرد دوك الجناب بحال هكا باش نسد على الفرomage ما يخرجش، ونقادها على شكل سيجار بحال هكا. شكل ساهل، وكي قلت لكم راه كيتحضر في رمشه عين، يعني في رمشه عين كيتحضروا وكيكون المنظر ديالهم زوين. نعاود معكم هذه باش تكون العمليه واضحه. كنسرحوا الشريحه تاع اللحم، من بعد كنوضعوا فوق منها شريحه تاع الجبن وتنلويو، ودوك الجنيبات كنرجعوهم على بعضياتهم، نسدو الجناب ونقادو نتحكموا في الشكل بحال هكا ديال سيجار بيدينا.
وهنا كملت طي ديال لي سيجار ديال شرائح اللحم، وجاو على هذا الشكل كيجيو زوينين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم. دابا غادي نبدا في الطهي ديالهم. غادي ناخذ واحد المقلاة فيها شويه الزيت، غادي نشعل عليها النار، ثم غادي نوضع فيها شويه ديال الزبده، جهد شي 2 معالق بحال هكا. غنخليه حتى تذوب الزبده شويه. ما نديروش الزبده بوحدها لانها غتحرق، ضروري نديروها مع الزيت. ملي كتبان ليا الزبده ذابت تنضيف ليها واحد شويه ديال ورقه سيدنا موسى. الا ما كايناش ورقه سيدنا موسى نديرو الازير اللي عندنا. مهم شي نديرو اعشاب منسمه باش يتنسم لينا ديك الزبده. ثم كنبدا في الوضع ديال هاد لي سيجار في هاد الزبده، كنستفهم. ما كياخذوش لنا الوقت بزاف، يعني كمده كامله ديال الطهي ديال هادو تقريبا شي 10 دقائق حتى هما كيكونوا واجدين، لان اللحم مقطع رقيق بزاف. غادي تشوفوا معايا. دابا غادي نضيف لهم واحد شويه ديال الخل بلزميك، غير شي معلقه صغيره بحال هكا. الا ما عندكمش خل بلزميك ضيفوا شويه الصوجه، غير باش كنعطيو لون وواحد شويه المذاق لهذا اللحم. تنبدا نقلب في هذا اللحم باش كيتحمر شويه من كاع الجوانب، ياخذ ليا شويه الطياب. وغادي تشوفوا معايا واحد الشريحه اللي كانت شويه اللحمه مقطعه غليظه، اللي هي هذه اللي جات على الطرف، كانت مقطعه شويه غليظه. غتبدا تحل ليا شويه، لان كي قلت لكم ضروري ان الشرائح اللحم يكونوا مقطعين رقاق، راه ملي تنلويوهم ما كيتحلوش. من بعد ها نتوما كي كتشوفوا هذاك الفرماج اللي عندنا لداخل تيطلق واحد الصلصه كتجي لذيذه بزاف مع صلصه البلزميك. هذيك اللي تحلت ليا راه درت ليها الكوردون كي كتشوفوا، اما الاخرين راه ما تحلوا ما والو، يعني بقاو في الشكل ديالهم. ومن بعد كندخلهم للفرن لمده 3 دقائق بحال هكاك، وتيكونوا عندي جاهزين. يعني كمده كامله في الطهي ديالهم عندنا شي 13 دقيقه بحال هكاك تيكونوا واجدين. بعد ما دخلتهم الفرن كيكونوا على هذا الشكل، وكنقدمهم في طبق التقديم على هذا الشكل. من بعد كنرافقهم بشويه ديال الصلصه اللي طلقت لينا تما، يعني الصلصه ديال الفرماج وصلصه البلزميك. هاد الصلصه تجي بنينه بزاف. كنتمنى ان تجربوا هاد الوصفه، راه كي قلت لكم كتجي لذيذه بزاف، لذيذه وسريعه التحضير، يعني في اخر لحظه كنحضروها وكتكون جاهزه. كان الشكل ديالهم هما هذا.
وهانتوما كي كتشوفوا معايا كيجيو غزالين، كيجيو محمرين وزوينين. ومني كتقطعوا هاد شريحه اللحم كتكون كتلقاوها هكاك غولي، كتكون طيبه من الداخل، لان كي قلت لكم الشرائح رقاق وتيطيبوا فرمشة عين. فاش كندخلوهم الفران كيزيدوا ياخذوا لنا هذاك اللون الذهبي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي ستيك ديال اللحم على شكل غولي. واختاريت انني نرافقها مع الكغاتان ديال البطاطس. وهاد الكغاتان غادي نعاود نقول لكم انه تيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف. نتمنى ان تجربوا هاد جوج وصفات وتردوا عليا الخبر. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، وتخليوا لي لايك وتعاليق لانها كتهمني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل بإذن الله. كانت معكم كويزين سوما، مع السلامة.